بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الكرام، لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت للبشرية جمعاء، وجاءت للناس جميعا على هذه البسيطة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسل للناس كافة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك من خصائص هذه الشريعة أنها جاءت شريعة كاملة شمولية، وأنها شريعة مرنة تتوافق مع كل زمان ومكان، وتتوافق مع البشر على اختلاف طبائعهم وعلى اختلاف شرائحهم وعلى اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف طبائعهم. جاءت لتتوافق مع الجميع، ولذلك تستطيع أن تطبق هذه الشريعة في أرقى وأفضل الحضارات، وتستطيع أن تطبق هذه الشريعة في قرية صغيرة لا تملك أقل وأصغر أبجديات الحضارة والتقدم. والله سبحانه وتعالى قد خلق البشر مختلفين، واختلفهم على طبقات مختلفة وعلى مشارب مختلفة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وهذا المفهوم هو أن الناس مختلفين، وأن لكل أحد باب، ولكل أحد مسلك، ولكل أحد مسار يسير فيه. ولولا هذا لما استقامت الحياة على الأرض، ولما كان هناك توازن على الأرض. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل البشر مختلفين. ولذلك هذا المفهوم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، طبقه على الرعيل الأول، طبقه على أمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مساراتهم وفي مسالكهم مختلفين. فمنهم من كان فتح الله عليه في باب الجهاد كخالد بن الوليد، ومنهم من فتح الله عليه في العلم كأبي هريرة رضي الله عنه وكمعاذ بن جبل، ومنهم من فتح الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن كأبي وابن مسعود، ومنهم من فتح الله عليه في قيادة الناس مثل عمر بن الخطاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام مبدعا في توظيف الطاقات البشرية، وفي معرفة قراءة كل شخصية وما يناسب هذه الشخصية ليحدد مسارها ويجعلها تسير في المسلك الذي ويخدم به الإسلام ويخدم به أمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. توظيف للطاقات عليه الصلاة والسلام، كان مبدعا في توظيف طاقات البشر. لكن السؤال: كيف أننا نتصور هذا المفهوم ونطبقه في حياتنا لكي نصوغ أهدافنا ونصوغ مساراتنا ونستطيع أن نرسم أهدافنا وأن نخدم أمتنا؟ إذا تصورنا هذا المفهوم وتصورنا أن لكل أحد قدرات ولكل أحد إمكانيات، بل نتصور أيضا أن هذا الإنسان وأنك أنت أيها الإنسان وكل أحد من البشر يسير على هذه الأرض أنه مخلوق كريم قد كرمه الله. لذلك يقول الله: ولقد كرمنا بني آدم. ولما كان هذا المخلوق بهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، ميزه الله سبحانه وتعالى وخصه بخصائص لم يودعها في أحد من البشر، فأودع فيه من القدرات والإمكانيات الشيء الهائل. ولذلك تثبت أحد الدراسات أن أذكى رجل في العالم ما استخدم من عقله إلا 15% فقط، وأن متوسط الناس في الأرض يستخدمون من عقولهم بمقدار 2 إلى 3%. 97% من عقولنا معطلة. عامل النظافة الذي نراه الآن في الشارع،
هذا به من القدرات والإمكانيات والطاقات ما الله به عليم، لكنه لم تهيأ له الظروف لكي يظهر هذه القدرات ويظهر هذه الإمكانيات، يظهر هذا الإبداع. وقد يكون الذي وصل إلى مراتب عالية وإلى منازل عالية في الأرض قد يكون أقل ذكاء وأقل فطنة وأقل تمكنا وأقل قدرات من عامل النظافة هذا الذي يسير على الأرض، لكن عامل النظافة لم تهيأ له الظروف حتى يصل إلى ما وصل إليه ذلك الرجل. إذن هذا المخلوق الذي أودع الله في هذه الإمكانيات وهذه القدرات يجب أن يحاول كل أحد منا إلى معرفة هذه القدرات التي موجودة هي فيه، والأبواب والمسالك التي استودعها الله فيه والتي من خلالها يستطيع أن يخدم أمته وأن يخدم دينه وأن يخدم نفسه قبل ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن الذين اختاروا مسارات حياتهم في الغالب أنهم لم يختاروها بأنفسهم، وإنما هو قد وجد في بيئة، وجد في ظروف، وجد في حياة هي التي جعلته يسير في هذا الطريق. لو تخيلنا هذا واستشعرنا هذا فإن هذا سينعكس على رسمنا وصياغتنا لأهدافنا ونظرتنا لمستقبلنا ونظرتنا لمستقبل أمتنا. ولذلك نحن بحاجة إلى الجميع، والإسلام جاء للجميع. لم يأتي الإسلام ليجعل الناس كصور طبق الأصل، وإنما جاء للجميع على اختلاف شرائحهم وذاهبهم، لكن أن هذه الحياة مهما كانت فإنها توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن توجه حياتك مهما كان مجالك أن يوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن تحقق التوحيد، أن تحقق الخطوط العريضة التي جاء بها هذا الإسلام، لكن تخدم إسلامك وتخدم نفسك وتخدم أمتك من خلال ما تميزت أنت به. وحينها سنعيش بروح الأمة التي يكمل بعضها بعضا، والتي لا يستغني بعضها عن بعض. وأن نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن بحاجة إلى الطبيب، بحاجة إلى المهندس، بحاجة إلى التاجر، بحاجة إلى المفكر، بحاجة إلى المصلح، بحاجة إلى العالم، بحاجة إلى الداعية، بحاجة حتى إلى عامل النظافة. بل حتى عامل النظافة قد يكون دوره أهم من دور الطبيب، لأن عامل النظافة هذا يمارس دور الوقاية والطبيب يمارس دور العلاج. ولو تخيلنا أن الرياض يعيش أسبوعا كاملا من غير عمال النظافة، لكم أن تتخيلون الأوبئة والأمراض التي ستنتشر وستفتك في الأمة. نحن بحاجة إلى الجميع، ولو استشعر كل أحد منا أنه في مجاله هو يسد ثغرة من ثغرات أمته. والأمة مطالبة بالاكتفاء الذاتي، الأمة مطالبة إلى أن تكتفي ذاتيا. ولذلك تجدون أن هناك كثير من جوانب الشريعة فيها الحكم الذي هو فرض كفاية. ولو تخيلنا أن بقعة من بقاع المسلمين أو منطقة من مناطق المسلمين قد جعل يعني لا يوجد فيها طبيب ويوجد فيها طلاب علم، لوجب على الأمة وجوبا أن يكون بينهم طبيب ليستطب الناس عنده وليتداوى الناس عنده. والأمة مطالبة بالاكتفاء الذاتي، مطالب بسد جميع الثغرات. ولو استطعنا أن نعيش بهذه الروح أن كل أحد منا هو يسد ثغرة من ثغرات أمته، وأن كل أحد ميسر لما خلق له، ويتصور أيضا أن كلانا على خير. والله أن عامل النظافة، وأنا أقول عامل النظافة لأنه أقل الناس أقل مهنة توجد على الأرض، أن عامل النظافة لو استشعر فعلا أنه يسد ثغرة من ثغرات أمته واستشعر فعلا الدور الكبير الذي يقوم به لعاش سعيدا وهو يسد هذه الثغرة. فما بالكم بالطبيب، فما بالكم بالتاجر، فما بالكم بالمهندس، فما بالكم بالمفكر، فما بالكم بالداعية، فما بالكم بالعالم. وأنا أجزم أننا لو استطعنا أن نعيش بهذه الروح سنتجاوز كثير من تنحراتنا وكثير من مشاكلنا وكثير من أزماتنا التي نعيشها اليوم. ولن يهمش أحدنا دور الآخر، لن يهمش أحدنا دور الآخر كما هو حالنا اليوم. ولن
أن يحاول بعضنا أن يؤطر الناس فيما تميز به هو، لأن بعض الناس عندما يوفق في جانب من جوانب الحياة يبدأ يلزم الناس ويلزم العالم، كل العالم، أن يعيشون وأن يتميزون فيما تميز به هو. فإن كان طالب علم فهو يريد أن الناس يكونوا كلهم طلاب علم، وإن كان داعي يريد الناس كلهم دعاة، وإن كان مهندسا يريد الناس كلهم مهندسين، وإن كان طبيبا يريد الناس كلهم أطباء، ويبدأ يهمش أدوار الآخرين ويقول الذين لا يوفقون في هذا الذين لم يتميزوا في الجانب الذي تميز به فإنهم محرومون مثلا. لا، استشعر أنك لان على خير، كل يسد ثغرته، وبهذا ترتقي الأمة في مدارج التقدم والحضارة في الدنيا والمنازل العالية في الجنة، في جنة الفردوس بإذن الله. يكمل بعضنا بعضا، نعيش بهذه الروح، بهذا المفهوم الذي جاء به الإسلام وقرره محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.